اخواتنا وحبايبنا اهل الشام، النهارده هنعمل البرازق الشاميه على الطريقه المصريه. شوفوا الجمال، والله كتير طيبه، بتاخد العقل وتجنن. لو كنتي اول مره تشوفيني، انا هبه ابراهيم، بنعمل وصفات سهله جدا وبسيطه وطعمها خطير. تعالي بقى نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي. هاتي بقى 3 كوبايات من الدقيق المخصص لجميع الاستخدامات، هننخلهم كويس، رشة من الملح، كوباية وربع من السمنة، وهبدأ كده أغلف الدقيق بالسمنة لحد ما الدقيق يختفي تماما. هغطيه بستريتش راب وادخله التلاجة ربع ساعة بس كده، وهبدأ كده أجيب بولة واحط فيها كوباية ونص من السمسم المحمص، عليهم معلقتين من السكر، وعندنا بقى القطر اللي هو الشربات، حطيت منه معلقتين كده لحد ما لقيت السمسم كده بدأ يتمسك في بعضه. العجينة بتاعتنا استريحت، ودي كوباية مية وعليها معلقتين من السكر او شربات خفيف. وبدأت كده ان انا اعجن العجينة، لقيتيها محتاجة مية بتزودي او شربات لحد ما العجينة ما تلاقيش فيها اي تشققات بالشكل ده. وابدأ كده اخد كرة كرة وهحطها في السمسم واحطها في الصاج بتاعي بالشكل ده كده. تقدري تضيفي برضو الفستق الحلبي من تحت، وهي دي الوصفة الأصلية لأهل الشام. وابدأ كده أبططها بالشكل ده وادخلها فرن على درجة حرارة 160، ما بتاخدش 10 دقايق، وبتطلع بالجمال والطعامة والحلاوة دي، والله كتير طيبة. اخواتنا بقى الشاميين يكتبوا لي في الكومنتات رأيهم ايه. بحبكم جدا، ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.